السلام البنات، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم المسمن معمر بالكوك والشكلاط. كنحتاجو هنايا قصريه، عندنا هنايا كيلو ديال الدقيق الابيض اللي كيكونوا مغربلين ومطيب. كنحتاجو ربع ديال الفينو ولا زلافه، كنعبرو بزلافه. كنحتاجو شويه ديال الملحه، معلقه ديال السكر سنيده، معلقه ديال الخميره ديال الخبز، ما نكثرش الخميره بزاف صافي. والماء دافي اللي غنعجنو، ما يكونش بارد بزاف وما يكونش سخون، يكون شويه جاي البروده صافي. وكنبداو نعجنو في المسمن ديالنا. صافي هنايا كنبقاو نضيفو الماء بشويه بشويه وحنا كنجمعو في العجينه ديالنا. العجينه ديال المسمن دائما ما كتكونش مرخوفه بزاف وما كتكونش قاصحه في نفس الوقت، كتكون بين وبين. صافي كنبقاو نضيفو في الماء بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه ديالنا. كندلكوها مزيان. صافي هنايا كنجيبو شي اناء كندهنو فيه شويه ديال الزيت، كنوضعو فيه العجينه ديالنا بعد ما دلكناها مزيان. كنديرو كترتاح واحد شويه، واحد نص ساعه بحال هكا صافي. وكنغطيو عليها وكنخليوها ترتاح صافي. هنايا دازت نص ساعه بعد ما ارتاحت لينا العجينه، شوفوا كيفاش كتجي صافي. هنايا غنبداو نقطعوها، كنبداو نقطعو القياس اللي بغينا المسمن يجينا كبير ولا بغينا صغير. انا غنديرهم متوسطين، كويرات متوسطين. كنديرهم بشي بلاطو وكنغطيوهم بشي كيس بلاستيك وكنخليهم حتى كيرتاحوا صافي. وكنبداو نهزو من الاولى وكنبداو نكرسو فيهم. هنايا عندي زلافه فيها الزيت، زلافه فيها الزبده اللي كنكون مذوباها من قبل صافي. هنايا درت شويه ديال الزيت دهنت به، غنبدا نكرس فيهم. كنبداو نورقو في المسمن ديالنا، كنورقوها مزيان حتى كتبان لينا فيها الرخامه. صافي انا هنايا جبت واحد الاناء درت فيه 5 دراهم ديال الشكلاط. عندي هنايا تقريبا 5 دراهم ديال الشكلاط، حكيتها في هاد الحكاكه الغليظه وكنزيد عليها 5 دراهم ديال الكوك. كنخلطهم وكنرش بيهم، ما كنزيدو فيها لا سكر لا والو، نديرو غير الكوك والشكلاط. كنحكوه في ديك حكاكه رقيقه صافي. وغندهنو الزبده فوق المسمن وغنرشو بالشكلاط والكوك. كندهنوها بالزبده وكنرشو بداك الشكلاط والكوك ديالنا صافي. وكنجمعوه على شكل مربع. غنجمعوه على شكل مربع، غندهنو شويه الزبده ندهنوها وكنرشو عاوتاني شويه. صافي هنايا بعد ما شكلناها على شكل مربع غنحطوها في البلاطو وغنجيبو واحده اخرى حتى غنديرو وحده في قلب وحده صافي. كنجيبو المسمنه الثانيه كنورقوها مزيان وكندهنوها بالزبده وكنحطو داك المسمنه الاولى اللي كنا درنا كنحطوها في وسط منها.
صافي هنايا بعد ما كملنا التوراق ديالها غنجيبو ديك الاولى اللي درناها وغنديروها وسط منها، كنرشو بشويه ديال الكوكو الشكلاط صافي، وكنعاودو نديروها على شكل مربع، كندهنو بشويه ديال الزبده صافي. كنبقاو على الطريقه هذه حتى كنكملو المسمن ديالنا كامل صافي، ومن بعد نرجع معكم حتى نكمل المسمن ديالنا كامل ونرجع معكم. صافي هنايا رجعت معكم بعد ما كملنا المسمن ديالنا كامل، ها هو قرصناه هنايا في اللاطه. دابا غنديو الفران يطيب. انا غندير الفران ديال الزنقه، اللي كان عندكم الفران ديال الدار غادي تشعلوا عليه الفران من الفوق وتحطوا اللاطه من الفوق حتى كيطيب من التحت، وكنعاودوه نشعلوا عليه العافيه على الوجه ديالو حتى كيتحمر. صافي كندهنوه غير بالزبده من الفوق. المسمن ديالنا بعد ما طاب شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. نحل معكم وحده باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل. كيجي المذاق ديالو بحال الشكل ديال الكرواسه، راه كيجي مورق. شوفوا التوريقه كيفاش كيجي من الداخل. نتمنى ان المسمن ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه. شكرا على المشاهده.